السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شخباركم؟ كتعاودوا؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا فرحانات ونشطات على خير. فيديو كيف ما العاده كله حماس وطاقه ايجابيه، كله اختي رغاوي وتيتو جافيل، لان ما نقولوش تحضيرات رمضان كلشي كيكون متعلق غير بالماكله. تحضيرات الناس في رمضان خاص الدويره ديالنا تكون هكا نقيه وتكون كل حاجه بلاصتها. المهم البنات، انا اليوم خملت هذا البيت هذا، راه ما شاركتوش معكم من الاول. كل مره كنحيد عليا حاجه، راه شحال حاجه كنديرها وما كنصورهاش معكم. هنا البنات بغيت شاركت معكم هنا هذا الزاج هذا ديال البالكون. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يحيدوه وكيبقاو هكا معذبين معاه، فراه كتبقى البنات هذه هي اسهل طريقه. راه انا كتعرفوا معايا ديما لاش السراجم لا هذا. واخا هذا كبير وثقيل، ولكن كندير ليه هاد الطريقه البنات. راه غير كتهزوا هذيك الدجاجه الفوق وصافي، وراه كتفسخ دغيا كتحيد، كتبقى كيف ما قلت لكم هذه اسهل طريقه. انا هكا كندير حتى ديال الاخرين، غير هذا كنخوي الماء لان عندي تما عندي البالكون يعني كيهبط الماء. اما بالنسبه للسراجم ما كنخويش الماء، كنحيدهم كنديهم نغسلهم صافي. وكندير البونجا، ديما تنقول لكم البنات البونجا راه كتساعد باش توصلوا ديك السكه ديال الشراجم ديالكم ولا ديال بحال هكا البالكون. انا البنات هنا خويت نيت الماء لان هذا البيت هذا كان خاصو واحد السيقه. صافي البنات، هانتوما كيف ما شفتوا من بعد ما غسلته مزيان درت ليه حتى هو البنات غسلته بالبونجا. ما كيعجبني كندير ديك البونجا فيها الرغوه. كتنقي. صافي هانتوما البنات من بعد ما غسلتهم، صافي هنا فيما بانت ليا هكا شي طبيعه كندوز عليها، وهنا غادي كنقلبهم ونشللهم صافي. وكندوز لداك البالكون حتى هو كنغسل ديك السكه ديالو. هنا البنات كما قلت لكم حيت خويت الماء درت ليها نيت الشبكه والتيد وجاب هذه الشطابه والتيد وجافيل وحكيتها مزيان انا غنشاركها معكم. صافي بالنسبه لهادو البنات كنخليهم حتى كيقطروا، وملي كنرجعهم حتى كينشفوا كنرجعهم صافي. كندوز عليهم هكا بشي هكا طورشون اللي يكون خاص بالدجاج ولا شي الجورنان. حتى هو كيبقى احسن حاجه البنات للدجاج هو الجورنان. هادشي اللي كاين اما الجورنان والخل اولا كديروا شي بخودوي هكا خاص بالتنظيف ديال الدجاج باش كيبقى ديك اللمعه ديالو. هادشي اللي كاين البنات. وكما قلت لكم بالنسبه لهاد السكه هادي باش ما تبقاوش هكا مبرسطين معاها وتدوروا هنا وهنا، انا ما ديك الطريقه ما بقيتش كنديرها لان كتعصبني وكتاخذ ليا واحد الوقت كبير هكا. راه زعما سهله. وبالنسبه للبنات اللي تيقولوا راه ملي كتبداو تحيدوا هاد البيبان وكتردوهم وتحيدوهم كي زعما كيوسع ديك البلاصه ديالهم، راه البنات كتحيدوهم على مده. راه ماشي كتحيدوهم كل شهر ولا، راه على مده عاد كتحيدوهم. ما كنظنش انا بعدا راه شحال من عام وانا نفس الطريقه باقيين هما باقيين شادين في بلاصتهم. هذا الشيء اللي كاين. صافي البنات، تما بعد ما درت التيد وحكيت مزيان بالشطابه، دابا غادي ندير هاد البونجا باش غادي نشف مزيان، ولا كانت شي حاجه هكا حتى هي نحكا نحيدها. هادشي اللي كاين البنات. المهم اليوم راه خمت كما قلت لكم هاد البيت و وشحال من حاجه درتها، وداكشي علاش غير ما صورتش كيف ما قلت لكم. وكنت خرجت في هذا النهار وتقديت. المهم جيت نطلع لكم بهذا الفيديو خفيف ظريف، وان شاء الله الفيديو الجاي اكيد يكون اكثر طاقه ايجابيه، تكون فيه طاقه ايجابيه اكثر. هذا الشيء اللي كاين البنات. هنا صافي غادي نغسل حتى البالكون حتى هو. صراحه عندي واحد الفكره لهذا البالكون بغيت ندير فيها البنات هكا شي جليسه هكا في هكا تكون الخضوريه فيه. ان شاء الله الا لقيت داكشي اللي بغيت هكا في واحد السيت غنكومونديهم صافي. وملي نصايب كلشي راه اكيد اي حاجه درتها نشاركها معكم. هادشي اللي كاين. هنا نتوما البنات، هنا راه رديت الزاج راه دغيا كيرجع صافي. وغادي ندوز هنا نمسح هاد الحيط هذا لان توسخ غير ما كيبانش ليكم. هاد الصباغه اللي عندي دايره هي جايه موف بارد بحال البيض نيت، يعني كيبان فيها الوسخ خصوصا هاد الحيط هذا بالضبط. اما حتى الجهه الاخرى ما كتوسخش عندي بزاف. صافي البنات كيف ما العاده الرشاشه ديال جافيل، وانا كندير هذاك الجفاف اعزكم الله هذاك درتو للحيط صافي. وهنايا عرفتي شنو البنات توحشت نجفف بهذا الجفاف هذا العادي صراحه. تا هو زوين هكا وكدير الكراطه وكتوصل للجناب وكلشي صافي. وجبت هذا الجفاف وجفيت به اليوم من بعد ما سيقت واحد السيقه فاعله تاركه الصراحه.
هادشي اللي كاين هنا. غادي ندير شويه ثاني كروا وغادي نشف وغادي ندوز حتى للدار كامله. نتوما البنات كلشي حكيتو بنار حتى بديت كنجفف، اما راه كلشي سيقتو وحكيتو مزيان صراحه. الراحه النفسيه كملي كتهزي الفراش وتسيقي. كنت الناس بغيت حتى هذا نصبن هذا الموكيط هذا. هو قلت خلي بلاتي كاع حتى يقرب ان شاء الله العيد ونصبنو. هذا الشيء اللي كاين وصافي. انا غادي نرد البنات الفراش، غنرد كل حاجه بلاصتها. نرد هنا ديك الطبله البنات كما قلت لكم راه ثقيله داكشي علاش ما بغيتش نخرجها كاع من البيت، خليتها غير في البيت تسيقت وكلشي. اصلا عندها الرويض يعني مهزوزه من الماء، ولكن راه ثقيله. واخا تشوفوا هنا كنهزها دغيا راه غير حيت مع المونطاج كيبان لكم دغيا دغيا كتهز. صافي انا غادي نرجع الفراش كيف ما شفتوا، نرجع المخدات. صافي هادشي اللي كاين البنات. وغادي ندوز من بعد. هنا كنا البنات الصراحه كنا تغدينا وهنا في العشيه. كنت هاد الحشو صايبته في الصباح وجبت واحد شويه ديال ورقه البسطيله لان البنات غادي نخرج وقلت خصني ضروري نخلي شي حاجه هكا خفيفه للعشاء. صافي غادي نصايب غير هاد البريوات هادو درت فيهم لدان 6 ديال بيبي ودرت فيهم الشعريه وفلفله صافي وبصله. هادشي اللي كان الحشو بسيط ولكن كيجي البنات بنين. وغادي ندير نيت واحد البريوات اللي يكونوا كبارين. هانتوما ما غاديش نبقى ندير دوك الصغيورين غيشدوا لي الوقت. وكيف ما قلت لكم كان خصني نخرج في هاد العشيه باش ناخذ واحد شويه د اللوز المهم ناخذ بغيت ندير شويه ديال البريوات تعطلت بهم. راه شحال هذا باش صوبت معكم العسل، ولكن دغيا غادي نزرب عليهم ان شاء الله في الصباح واكيد غادي نشاركهم معكم. هادشي اللي كاين الناس. غادي نكمل هاد البريوات هادو وغادي ندخلهم الفران يطيبوا صافي. وغادي ندوز هنا ما غنضيعش داك الوقيت اللي غنتسنى فيه البريوات حتى يطيبوا. دزت هنا لهاد الكويسات هادو كيف ما شفتوا. هادو البنات راه ديما كتشوفوا معايا كنت كنحطهم غير هاد الميني كاغاف هادو كيجيو كنحطهم في داك البلاطو ديال الخشب. ملي كنحتاجهم كنهزهم، ولكن دابا صافي بغيت نحيدهم لان كنت حاطاهم في ديك الجهه. وراكم عارفين انا ما عنديش البنات داك الشجم ديال الكوزينه كتخلي الغبره بزاف صافي دغيا كيتوسخوا. كل ساعه كنغسلهم يعني تقريبا نهار يومين كنهزهم نغسلهم. قلت صافي غنحيدهم دابا نغسلهم ونديرهم غادي نديرهم في الفوق في البلاكار. نقلب ليهم على شي بليصه واخا راه ما كنحملش نكثر عليا قوه تقول في هذاك البلاكار. وكان صافي غادي نحيدهم. بغيت نخوي هاد البوطاجي باش تبقى الدنيا كتبان خاويه. ملي كتبان الكوزينه خاويه كتبان حتى نقيه، ماشي بحال ملي كتبقى محطوطه وعامره بالماعن كتبان مرونه. هادشي اللي كاين البنات. المهم الفيديو ديال اليوم راه هو هذا كما قلت لكم، راه كان غير ديال التخمال. شاركت معكم فيه هذوك البريوات هذوك راه ساهلين البنات. الحشو عادي تشحروا بصيله مع شويه ديال الفلفله وكنزيدهم شويه ديال الصدر ديال البيبي اولا الكفته اولا الدجاج المهم اللي متوفر عندكم والعطريه صوص صوجا وشويه ديال البزار. درت ليهم واحد المعلقه ديال لاموطارد صافي والعطريه ديالكم. هادشي اللي كاين صافي البنات. هنا كيف ما كتشوفوا ها هما بعد ما خرجتهم من الفران. هانتوما البنات هانتوما شوفوا شحال كيجوا مقرمشين. هما كيجوا زوينين البنات. راه درتهم كبارين شوفوا. ما بغيتش نبقى كنلعب هكا في دوك الصغارين قلت غنحيد عليا هادو. صافي البنات ومني نرجع غادي نشاركوا صافي البنات كيف ما قلت لكم دابا هادو غنخليهم ان شاء الله للعشاء. غادي نخرج نقضي غراضي نتغدى وداكشي اللي خاصني ونرجع. هادو صافي العشاء عندي واجد غادي غير نسخنهم ان شاء الله ونتعشاو بهم. وهنا البنات كانت هاد الكيكه حتى هي كنت صاوبتها حتى هي خليتها هكا حتى لا بغيتها الفطور نتلاقى شي حاجه بعدا تبقى ليا الفطور. هانتوما البنات هادي راه كيكه العاديه اللي كنشارك معكم ديما. راهي كل مره انا كيفاش كندير ليها. مره كنديرها هكا بالشوكولاط مره كنديرها عاديه وكنبدل حتى ليمون. ملي كتبدلوا ليمون كتجي كيكه مختلفه واخا كيكونوا نفس المقادير. ايوا هادشي اللي كاين البنات. كما قلت لكم دابا عاد غنخرج صافي. خليت الكيكه خليت البريوات غادي نخرج نجيب شويه ديال اللوز ونجيب داكشي كلشي اللي خصني البريوات. وهادشي اللي كاين البنات. وكنبغي نرحب بالمشتركين الجداد ديال القناه انضموا ليا بزاف بزاف ديال المشتركين. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم في هذه القناه.